عمرك شربت مية من سبيل؟ طب فكرتوا قبل كده ليه السلاطين كانوا بيتخانقوا يبنوا سبيل؟ وليه كل سبيل شكله فخم مزخرف ومكتوب عليه آيات قرآنية؟ الحقيقة إن السبيل ما كانش خير بس، السبيل كان سلطة، نفوذ، وطريقة ذكية جدا للسيطرة على الناس. واللي هقوله دلوقتي اتخبى سنين ورا كوباية مية. لكن قبل ما نبدأ ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا بينا نبدأ الحكاية. السبيل مصر عرفت فكرته من العصر الفاطمي، لكن ازدهر جدا في العصر المملوكي والعثماني. والسبيل في الظاهر مكان خير، مية ببلاش، صدقة جارية، لكن في الحقيقة السبيل كان مؤسسة سياسية واجتماعية كاملة. في القاهرة القديمة المية كانت حياة، واللي يملك المية يملك الناس. السلاطين فهموا حاجة خطيرة، إن الجوع ممكن الناس تستحمله، لكن العطش لأ. علشان كده كل سلطان، كل أميرة، كل ست من ستات القصر كانت لازم تسيب أثر وسبيل، مش بس علشان الخير، لكن علشان اسمها يتقال ودعوتها تمشي وصورتها تتحفظ في عقول الناس. المية زمان ما كانتش سهلة زي دلوقتي، والسبيل كان حياة. السبيل ما كانش مجرد حنفية، ده كان واجهة مزخرفة بالرخام أو الحجر، شبابيك نحاس مذهب أو حديد، كتابات قرآنية أو دعاء، حوض كبير لتخزين المية، وفي أوقات كتير كان فوقه كتاب لتعليم الأطفال القرآن، وده اللي خلى الاسم الشهير السبيل والكتاب. والسبيل كان ليه وقف، محلات، أراضي، بيوت، الريع بتاعهم كان بيروح لصيانة السبيل ورواتب العاملين وشراء الكوبايات، وده كان بيورينا قد إيه النظام كان متكامل. والشخص اللي كان واقف في السبيل اسمه السقة، وده مهمته إنه يملى الكوبايات وينظف المكان ويقدم المية بابتسامة وهدوء، وكان ليه راتب ثابت من الوقف المخصص للسبيل. من أشهر الأسبلة الموجودة في مصر سبيل أم عباس، وده مش أي سبيل، ده أفخم سبيل في القاهرة. أم عباس دي بنت محمد علي باشا، بنت السبيل ده حزن على ابنها سنة 1867، وحولته لعمل خير دائم، وصرفت عليه من جيبها الخاص. لكن هي ليه بنته بالمنظر ده؟ رخام، نقوش، شبابيك نحاس، علشان تقول أنا أم الخير وأنا بنت الحاكم. السبيل هنا كان رسالة سياسية ناعمة، مش كوباية مية وبس. وعندنا سبيل محمد علي في شارع المعز، ده بقى مثال أوضح، السبيل وفوقه كتاب، يعني تشرب وتتعلم وتدعي للحاكم، 3 ضربات في ضربة واحدة، خير وتعليم وولاء. والحقيقة هو من أجمل الأسبلة وأشهرها في القاهرة، تصميم عثماني، زخارف دقيقة جميلة، وكان معمول تخليد لذكرى ابنه طوسون. المكان ده حقيقي تحفة فنية قبل ما يكون سبيل. الناس كانت فقيرة، تعبانة، عطشانة، تيجي تشرب، تقرأ آية، تشوف اسم الواقف، وتطلع بره بدعوة من القلب. والدعوة وقتها كانت عملة سياسية غالية جدا. وكان في فترات كانت المية قليلة، في جفاف وأمراض، والسبيل وقتها كان أمان أو عقاب. في حكايات بتقول إن السبيل كان بيتقفل أو المية تقل علشان يضغطوا على منطقة أو ناس، يعني الخير كان أحيانا بشروط. لكن مع شبكة المية الحديثة والحنفيات والشقق، السبيل فقد قوته، مش لأن فكرته وحشة، لكن لأن زمن السيطرة اتغير، بس الأثر لسه موجود، والحكاية لسه
بتحكي نفسها. والنهاردة بعض الأسبلة اتحولت لمتاحف صغيرة، وبعضها مقفول ومستني يترمم، كلها شواهد على زمن الرحمة والبساطة. وما ننساش نقول إن عندنا سبيل عبد الرحمن كتخدة، مثال رائع لفن العمارة العثمانية، واجهة بسيطة لكن أنيقة، ومكانه لسه شاهد على روح القاهرة القديمة. والنهاردة وانتم ماشيين في شوارع القاهرة، لو شفتم سبيل ما تشوفوهوش كحجر قديم، ده شاهد على زمن كان الخير فيه أداة، سلطة، كوباية مية غيرت تاريخ، ومحتاجة نحكي قصتها من غير تجميل. ودلوقتي عايزاكم تقولولي في الكومنتات، شفتم سبيل قبل كده فين؟ وحابين الحلقة الجاية تبقى عن ايه؟ الكتاب ولا التكية ولا الأضرحة؟ هستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم. ومن ورا المشربية التاريخ بيحكي حكاية، وكل حجر ليه حكاية، وهنا حكايات من مصر ليها تاريخ.